أما قرآننا فإنه يعلو ولا يعلى عليه، لأنه كتاب الله رب العالمين. حتى الدستور اللبناني، بس في بعض النواب الغفل اللي حكينا عنهم لا يقرؤون ولا يفقهون ولا يفهمون معاني الدستور ولا الدساتير ولا الحياة. لا يعرفون بأن الدستور اللبناني بحد ذاته أسس على احترام الأديان في لبنان، أسس على احترام الأديان، فلا يجوز لأحد أن يحدث أمرا فيه خلل أو فتن بين الطوائف والأديان، فلا بد أن تحترم إجلال الله تعالى، وفي الدستور لكل دين خصوصياته محفوظة في الدستور. إذا كانوا لا يفقهون وإذا كانوا لا يعلمون فعليهم أن يتعلموا ويتفقهوا. بتقول له يا أيها النائب المسلم، أنت في لبنان تمثل الإسلام في مكانك، إذا كنت سنيا فعليك أن تمثل السنة كسنة شرعيين وليس كسنة سياسيين فقط. أنت في موقع لأهل السنة والجماعة، رئيس الحكومة يمثل أهل السنة والجماعة في موقعه ويدافع عن حقوق لبنان لأنه من أهل السنة والجماعة. النائب الموجود في البرلمان اللبناني إن لم يكن يعترف بالسنة والجماعة والقرآن فهذا لا يمثل السنة في لبنان، يمثل مشروع لغير السنة ولغير لبنان. فهؤلاء عليهم أن يفقهوا، يفتحوا آذانهم وعيونهم. أنتم من تمثلون؟ في أي موقع أنتم تكونون؟ فماذا تفعلون في مواقعكم؟ نحن في لبنان مثلا النواب حتى الآن يوم الجمعة في لبنان أصبح يوم عمل كامل. لا إيه؟ وين النواب السنة؟ وين رئيس الحكومة؟ وهذه بحكومات سابقة. لمين عم تبيعوا الموقف؟ لماذا جعلتم أيام العطلة الرسمية الأسبوعية سبت وأحد؟ ما فهمناش. ليش يوم الجمعة بده يكون يوم عمل عادي؟ وين أهل السنة والجماعة؟ وين التغييريين؟ وين دار الفتوى بنفسها؟ حتى لا أتكلم فقط عن السياسيين، أين هم؟ أين العلماء؟ يراعون كثيرا والدين لا توجد فيه مراعاة على حساب الدين من أي جهة كانت ومن أي مسؤول كان. لا بده إذا كان مسلم بده يصلي يوم الجمعة بده يروح يستجدي ليأخذ إذن من المسؤول تبعه، وهات يسمح له وهات ما يسمح له، وإذا سمح له راح يسجل إنه هذا بيصلي وبعد فترة بيصير إرهابي، وإذا ما صلى بده يغضب رب العالمين. شو بيعمل المسلم السني؟ شو بيعمل؟ عم تعملوا احتقان، عم يعملوا احتقان للشارع السني بشكل عام. المضايقة بس يضايق الشباب ويضايق، بصير الواحد بده يعبر وقد يحدث اضطراب هذا الموضوع. فأنتم بدكم تعملوا استقرار وليس اضطرابا. السبت مين ما من يعرف أنا كيف عندنا يهودي بلبنان لتعمل لهم السبت يوم عطلة؟ كيف في يهود؟ فهمنا الأحد في نصارى ومتفق عليها. طيب الجمعة قبل هذا الوقت كان الدوام للساعة 11 وكان في مشكلة للساعة 11 بأيام الشتاء، يعني وقت الأذان. اللي بيكون بمكان ما فيها مسجد وبده يصلي الجمعة ما بيلحق. كيف بده يلحق؟ الأحد عطلي، إذن لازم تكون يوم الجمعة عطلي. مش هذا هو المساواة؟ مش هذا هو العيش المشترك؟ مش هذا هو الحفاظ على حق المسلمين؟ وهذا مسؤول فيه بشكل أساسي مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي بشكل أساسي، ويحملون المسؤولية للنواب والوزراء السنة، بيقولوا لهم ممنوع، هذا يخالف قضية العيش المشترك وقضية الحقوق التي تختص بنا. مين اللي بده يصلي الجمعة؟ مين؟ مش نحن على صلاة الجمعة بالنسبة لنا فريضة واجبة أسبوعية. هذا أمر ديني شرعي واضح، وهذا انتهاك لحقوق السنة في لبنان. مين دافع عنه؟ هلا أنا عم بحكي وبكرة بتلاقوا التعليقات. الحمد لله صارت كلمتنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تهز عرش الظالمين وتهز عرش المتكالبين على حقنا وأخلاقنا. الحمد لله رب العالمين. تشهد لنا الكلمة يوم القيامة، لأنه البعض يظن
بأنه الكلمة ما إلى موقع، لا إلى موقع، الكلمة أساسية. كيف بيقول الشيخ عمر أنه هو لا يؤمن بسايكس بيكو الذي قسم بلادنا وإن دستور المسلمين القرآن. شو الكلام الخطير؟ قال هذا بيدمر لبنان، قال هذا الكلام يدمر لبنان. لك يا أولاد الحلال، راح نحكي أكثر من هيك، هي بيدمر لبنان يما وجودكم أنتم اللي بيدمر لبنان، يما إساءاتكم أنتم اللي بيدمر لبنان. أيها النواب، بدل أن تشتغلوا في خطب الجمعة قلنا لهم بدك تقروا تواريخ الأسر والعائلات والأشخاص والأحزاب والهيئات. جيتوا جديد تعلموا، ما بدكم تتعلموا معناته بتضلوا ضايعين وبضل حدا يديركم من هنا وهنالك. انتوا يا عمي لما كان في عميد سوري بلبنان كنا نحكي الكلام، إسا انتوا بدكم تخوفونا. لك يا حول ولا قوة إلا بالله. مين مفكرين حالكم انتوا يا عمي؟ العميد السوري كان وكنا نقول له هذا خطأ وهذا صواب، والله يشهد ومن كان يسمع كان يشهد. نحن مش فزعانين إلا من الله، وعمرنا تجاوز صار بحدود 60، يعني صرنا على الآخر. شو بدي أخذ معي؟ والله فزع من نايب. نحن مش حاسبين حساب للصهاينة في العالم كلهم، فلن نحسب لحساب صوت من هنا أو هناك يصدر فيتكلم. نحن مع الله رب العالمين.